سيداتي سادتي، أنتم معنا في لقاء جديد يتجدد بموضوع الساعة والمتعلق باعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. هذا الاعتراف الذي ظل في المنطقة الرمادية ولم يصل إلى حد التصريح ردحا من الزمن، لكن وبضغط من لوب رجال الأعمال الفرنسيين وبتأزم الوضع الاقتصادي الفرنسي خرجت فرنسا من شرنقتها واتخذت القرار الصائب، وهي في موقع قوة، لأنها تعرف أولا أن الجزائر ما زالت مقاطعة فرنسية، أن أحفاد الحركيين ما زالوا يحنون للجزائر، وأن الأرجل السوداء لبينوار ما زالوا يحنون لسنوات المخملية والوردية التي قضوها في الجزائر. أنها فرنسا هي من اشترت الجزائر بعقد من العثمانيين، وأنها من منحتها الاسم، وهي من وسع نفوذها الجغرافي على حساب المغرب وموريتانيا وتونس ودول الجوار، وأنها من تملك الحل والعقد في شؤونها الداخلية وسياستها الخارجية بمقتضى معاهدة إيفيان. فإذا ما لاحظنا هذا الوضع عن كتب نجد أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وفي الزاوية المقابلة تقبع تندوف في الجزائر وقريبا إلى حضن المغرب. فيمكن أن نقول أن هاجس العسكر هو الحساب الخاطئ والتوقع الخاطئ والنظرة القاصرة، واللي دارها بيديه يفكها بسنيه. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثر إعلان فرنسا دعمها الرسمي لسيادة المملكة على صحرائها. وقال جلالة الملك مخاطبا الرئيس الفرنسي: أرحب بشكل خاص بالموقف الواضح والقوي الذي تبنته فرنسا في رسالتكم بشأن موضوع الصحراء المغربية، وأقدر عاليا الدعم الواضح الذي تقدمه بلادكم لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيها، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي تكريس المخطط الذي تقدم به المغرب منذ عام 2007 كأساس وحيد لتحقيق ذلك.